في مثل بيقول ايه اللي رماك على المر قالوا اللي امر منه. كمبدأ انا ضد نشر صور لحظات الموت او المرض للفنانين والكتاب او اي حد على العموم. لكن ايه اللي يدفع اي حد يعمل كده؟ في ظروف ما قهرية ممكن تدفع البعض تحت وطأة الضعف الإنساني لعمل كده. مفيش حد في مصر كان يعرف بمصير ولا حالة الفنان إيمان البحر درويش من عدة سنوات. حتى دلوقتي محدش يعرف الآن طبيعة الظروف اللي مر بيها هو وعيلته خلال هذه المدة. هل طرقت عائلته كل الأبواب لعلاج ولم يجيبها أحد؟ للأسف الجميع نسيوا شأن كل الحاجات اللي بتختفي بمجرد غيابها ومحدش بيسأل عنها. عشان كده الصورة الصدمة اللي نشرتها بنته ووصفها البعض بالسفالة والحقارة هي اللي حركت السواكن ووضعت الضمير المهني والأخلاقي لكل من الدولة، نقابة الموسيقيين، شركات الإنتاج، كتاب التقارير الصحفية والمقالات، ووضعت كل دول أمام مسؤوليتهم الإنسانية. ازاي لأمينة البحر بنته توصل لكل النتائج دي اللي جت بيها بنشر صورته وهو على فراش الموت وتحت ضغط رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي أقل من 24 ساعة فيصدر لأبوها مبادرات علاج؟ أولا على نفقة الدولة، ثانيا على نفقة نقابة الموسيقيين، ثالثا على نفقة الشركة المتحدة، رابعا على نفقة نقابة المهندسين. الشيء المؤكد اللي دفعها لده هو المر. وهل لو حد فينا حصلت له شدة صحية مماثلة عافانا الله جميعا ووصل انه يبقى بائس لوحده من دون اي اهتمام من حد كشخص او مؤسسة او دولة، هل هتتخلى عيلته بالتستر عليه عشان يموت هو وهم قهر؟ الخلاصة ما تحكمش على حد بقلب مطمئن ومن غير مشاعر على لحظات الضعف الإنساني قبل ما تعيشها وتكون مكانه في محنته. واللهم لا تضعنا في هذه التجربة ولا غيرها. شكرا لكم.